ورحمة الله وبركاته. معكم نشرة أخبار من خيالي، أخبار تقيلة مع داخل المعسكر الأهلي والزمالك. يستعد النادي الأهلي بكل قوة لمباراته القادمة أمام المصري يوم الخميس. كولر المدير الفني للأهلي طلب معسكر مغلق من بدري وركز على الجوانب الدفاعية، وفي أخبار عن عودة اللاعبين المصابين. معنا المصابين اللي ممكن يكون ليهم دور كبير في الماتش القادم. أما بالنسبة للزمالك فبعد التعادل الدرامي مع البنك الأهلي مجلس الإدارة دخل في اجتماع طارئ والمدرب البرتغالي بيسيرو تحت الميكروسكوب. هل هيتم تغييره ولا في فرصة أخيرة؟ يا ريت نسمع آرائكم في التعليقات. القرار ممكن يصدر خلال الساعات القادمة. وعلى جانب تاني جماهير القطبين متأهبة والأجواء مشتعلة على السوشيال ميديا، والكل مستني يشوف مين اللي هيثبت وجوده في الأسابيع القادمة. ودي كانت جولة سريعة، وما تنسوش تقولوا رأيكم معانا في التعليقات. هل الأهلي يقدر يحسم رأيكم؟ هل الأهلي ممكن يقدر يحسم الدوري ولا لأ؟ وهل الزمالك محتاج تغيير جهازه الفني ولا لأ؟ وأتمنى أن أشوفكم في تقرير جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على متابعتكم.